ازيكم يا شباب وكل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنتعرف على طريقة سهلة ليك ولأسرتك للهجرة والعمل لدولة لوكسمبورج. بس قبل ما ندخل طبعا في التفاصيل بتاع النهاردة او الطريقة ديت، لو انت اول مرة تشوفنا يا ريت ما تبخلش علينا بالاشتراك وتفعل الجرس عشان يوصلك معانا كل جديد. مساء الخير يا شباب وكل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنتعرف على طريقة سهلة ليك ولأسرتك للهجرة والعمل الى لوكسمبورج. بس تعالوا الاول نتعرف على الدولة ديت. لوكسمبورج معروف انها أغنى دولة في العالم وأصغر دولة في أوروبا، وهي دولة ضمن منطقة الشنجن. يعني حصولك على فرصة لدخول لوكسمبورج أو تأشيرة لوكسمبورج تقدر تدخل بيها أي بلد أوروبي تانية بسهولة. عدد سكان لوكسمبورج ما يتعداش 600 ألف نسمة. اللغة في البلد ديت يا جماعة متنوعة، يعني هتلاقي اللغة الفرنسية، هتلاقي اللغة الألمانية بجانب اللغة الإنجليزية. بس مش معنى إن يكون معاك اللغات الثلاثة. جواز سفر لوكسمبورج من أقوى جوازات السفر في العالم، بيدخلك أكتر من 177 دولة بدون تأشيرة. بتسمح لك لوكسمبورج يا جماعة برضو إن أنت تقدر تقدم لجوء بشرط إن يكون معاك سبب مقنع للجوء وتكون داخل الدولة. برضو بتسمح لك لوكسمبورج بالإقامة في الدولة في حالة إن أنت لقيت شغل أو وظيفة مناسبة ليك. برضو بتسمح لك الدولة إن أنت بشرط حصولك على قبول جامعي وإن أنت دفعت مصاريف الدراسة إن أنت تاخد إقامة دراسة أو تأشيرة دراسة في قلب البلد. يبقى هناك 3 طرق سهلة ليك ان انت تقدر تدخل بيهم لوكسمبورج، والطرق دي اتكلمنا عنها. يعني مجرد حصولك ان انت تدخل على لوكسمبورج هناك في قلب البلد، فانت تقدر ان انت تقدر تستقر او تعمل اقامة باي طريقة من اللي احنا اتكلمنا عنها. بس ده مش موضوعنا النهارده، لان موضوعنا النهارده هنتكلم عن طرق سهلة ليك هتسهلك ان انت تقدر تدخل لوكسمبورج وبطريقة سهلة وبدون حساب بنكي وبدون خبرات. بسبب قلة الايدي العاملة في قطاعات كتير في لوكسمبورج فتحت الهجرة للعرب أو لجميع الجنسيات العربية، وبدون شرط يا جماعة الحساب البنكي وبدون سن محدد وبدون حتى شهادة تعليمية، وحتى الخبرة أحيانا ما بتكونش مطلوبة منك. والتقديم على الوظائف دي تقدر تقدم من بيتك ومن موبايلك وأونلاين وبدون أي رسوم، يعني مجانا. مش هطلب منك بقى إن أنت تدفع فلوس وتقول مثلا أنا هخسر فلوسي وقت التقديم. لا، انت هتقدم مجانا وهتقدر تقدم بنفسك ومش هتحتاج اي مساعدة من اي حد. تعالوا نستعرض بقى اهم الوظائف اللي انت هتقدم عليها من بيتك وبدون الشروط اللي احنا ذكرنا. مش هطلب منك اللغة، يعني ممكن ما تلاقيش اللغة الانجليزية مطلوبة، ممكن ما تلاقيش اللغة الفرنسية مطلوبة، ممكن ما تلاقيش اساسا وقت التقديم ان طلب منك لغة في القطاعات دي. بس قبل ما نقدم على الوظائف ديت لازم نكون مجهزين شوية اوراق او اوراق مهمة هتكون معاك دايما وكاتب فيها ملخص عن مهاراتك وخبراتك العملية. طبعا زي الاوراق ديت زي ما بنقول مثلا اللي هي السي في. اي خبره انت بتعرفها او اي مهاره هتكون انت ذاكرها طبعا في السي في اللي هي السيره الذاتيه. الورقه ديت لازمه وضروره ليك جدا وقت التقديم، لان اللي هي هتدي انطباع لصاحب العمل، هتوصف له انت عندك ايه ومهاراتك ايه وليه انت حابب بالظبط تقدم على الوظيفه دي. الميزه برضو ان الوظائف ديت يا جماعه تساعدك انت واسرتك بالهجره للوكسمبورج. يعني مثلا لو رواتب الوظائف ديت من 3000 يورو شهريا، فانت لو اشتغلت وحد من اسرتك مثلا زوجتك اشتغلت برضه معاك هيكون الراتب بتاعك مضاعف، يعني من 3000 ل 6000. والميزه برضه في التقديم على الوظائف ديت ما بيشترطش فيها ورقه الحساب البنكي، لان انت رايح اساسا عشان تدور على شغل، مش رايح عشان تتفسح، مش رايح تقضي اجازه. ومش هتطلب منك وقت التقديم حجز فندق، ولا هتطلب منك تذاكر طيران والتامين الصحي ولا لغه يا جماعه. يعني الشروط دي كلها تبقى ملغيه وقت التقديم. كل المطلوب منك زي ما قلنا يا جماعه ان انت تعمل سيره ذاتيه، ان انت طبعا يكون سنك فوق 18 سنه اللي هو السن القانوني. برضو الشهاده التعليميه احيانا الناس بتقف على النقطه ديت، والشهاده التعليميه ما بتبقاش ضروره في معظم الوظائف او القطاعات البسيطه. عشان كده انا حابب اقدم لكم اهم الوظائف اللي هتعيلك فعلا للهجره والعمل لدوله لوكسمبورغ، ومش هطلب فيها كل الشروط اللي احنا اتكلمنا عنها. بجانب ان الوظائف ديت برضه هتفتح لك باب للاقامه هناك. يعني مثلا الناس ممكن تكون راحه ان هدفها الاساسي انها تقدم لجوء، ناس راح يكمل دراستها، ناس راح فعلا انها تدور اقامه واستقرار في قلب البلد، هتسمح لك بكل الامور دي. تعالوا بقى نستعرض الوظائف او الوظائف اللي هتطلب منك في النقط ديت، وخصوصا الوظائف اللي ما بيطلبش فيها خبرات ولا لغه ولا المهارات التانية اللي احنا فاهمينها. ومن اهم الوظائف ديت يا جماعه المطاعم والكافيتريات. العمل في المطاعم
المطاعم والكافيتريات مطلوب بنسبة كبيرة في دولة لوكسمبورغ، خصوصا في عمل ديليفري البيك اب أو العمل في المطابخ أو النظافة. كل الوظائف ديت مش هطلب منك فيها خبرات ولا شهادات ولا حتى لغة، والسن فيها قلنا يا جماعة مبقاش محدد، مجرد ان سنك يكون فوق 18 سنة فانت من حقك ان انت تقدم عليها عادي. النوع التاني من الوظائف ديت يا جماعة هي المبيعات او السيلز او التسويق، ودي برضو من الوظائف اللي مطلوبة بكثرة في الدولة دي وبنفس الشروط، بس طبعا المبيعات بتحتاج شوية لغة. يعني لو معاك مستوى لغة انجليزي متوسط او شوية ان انت تقدر تمشي امورك هناك، سواء كانت بقى انجليزي او فرنسي، تقدر برضو ان انت تحصل النوع ده من الوظائف. برضو النوع الثالث يا جماعة من الوظائف والمهمة في قلب البلد وهي الستورز، المخازن. الستورز والمخازن ديت بتعتمد اعتماد رئيسي طبعا على زي ما بنقول العمال، بتعتمد على المشرفين، وطبعا لو انت برضو معاك شوية لغة هتساعدك كتير في ان انت تلاقي شغل في قطاعات المخازن او العمال يا جماعه. وخصوصا العمال ما بتطلبش منهم لغه لان العمل بتاعهم بيبقى معتمد على التفريغ والتحميل. ومطلوب برضو يا جماعه هناك من الحرفيين صنعه الحلاقين. الحلاقين ديت يا جماعه من الحرف الكتيره اللي مطلوبه هناك في قلب البلد. البلد عدد سكانها قليل جدا او بسيط جدا، فبتشجع للهجره ليها، والتقديم سهل ومناسب للجميع. يعني انت تقدر تقدم زي ما قلنا يا جماعه من موبايلك ومن بيتك، والتقديم مجرد سيرة ذاتية بتحط فيها زي ما قلنا مهاراتك وخبراتك وكل حاجة انت تقدر تعملها. وبتعمل السيرة الذاتية ديت يا جماعة باللغة الإنجليزية، والتقديم مش مطلوب منك فيه أي رسوم، يعني مجانا. محدش أقول لك مثلا هات لي فلوس قد كده وقت التقديم. لو سنك فوق 18 سنة فأنت فرصة ليك إن أنت طبعا تستفاد من النوع ديت أو من الوظائف ديت المطلوبة في قلب الدولة. طبعا احنا عرفنا اهم الوظائف هناك في قلب البلد والشروط بتاعها. ناس بتبدا تقلق من النقطه ديت، طب انا اساسا ازاي اقدم على الوظائف ديت؟ بالنسبه للنقطه ديت يا جماعه انا هوفر لكم روابط الوظائف ديت او اهم اصحاب الاعمال اللي انتم تقدروا تتواصلوا معاهم، وطبعا عن طريق السيره الذاتيه. فانا هسيبها لكم الكلام ده كله في قلب صندوق الوصف. يعني انت بتدخل عادي على الروابط ديت بتشوف الوظيفه المناسبه هناك او المناسبه ليك او المطلوبه هناك في قلب البلد، وبتبدأ ان انت تعمل السيرة الذاتية، وبتبدأ تراسل اصحاب الاعمال بالسيرة ديت وتستنى الرد منهم. انت محتاج بس ايه من صاحب العمل في الليلة دي كلها؟ انت محتاج منه اللي هي خطاب القبول او عرض العمل او الاوفر لتر. خطاب القبول ده اللي هيتبنى عليه كل الاجراءات بتاع التأشيرة، لان خطاب القبول ده بمثابة عرض عمل هو اللي هيساعدك في التقديم على التأشيرة في قلب السفارة، هو اللي هيساعدك طبعا في الحصول على التأشيرة. وقت التقديم انت مش هيحتاج منك ورقة كشف الحساب البنكي، ولا يحتاج منك تأمين ولا خطة سفر ولا بقية الأوراق اللي بتطلب لما تيجي تقدم على تأشيرة لوكسمبورغ. وبتدفع بس ثمن التأشيرة. ثمن التأشيرة الخاصة بدولة لوكسمبورغ بيقارب 80 يورو. وبرضه بيبقى عليك أحيانا اللي هي تذاكر الطيران، وممكن صاحب العمل بيشيل لك النقطة ديت وبتكفل طبعا بتذاكر الطيران حسب تفاوض ما بينك وما بينه. يبقى انت المطلوب منك تدخل وتشوف الوظيفة المناسبة ليك وتعمل سي في محترم او سيرة ذاتية بالوظيفة اللي انت حابب تقدم عليها، وتكتب في السي في كل خبرة انت تعرفها او كل مهارة طبعا انت عارفها، وخصوصا لو الخبرة ديت مرتبطة بنوع الوظيفة. وتراسل طبعا صاحب العمل. وكل الوظائف او عقود العمل هنقول بتتبنى او بتعتمد على البند ده اللي هو ان انت لازم تجيب قبول من صاحب العمل او من صاحب الوظيفة او الشركة المعلنة او المطعم او ايا كان الوظيفة جاية من انهي طرف. باقي الإجراءات بتاع التأشيرة سهلة جدا، سواء بقى في خطوات التقديم أو حتى الذهاب للسفارة للحصول على التأشيرة. وطبعا لما بتيجي تقدم على التأشيرة أنت ما بتطلبش منك مقابلة، يعني مجرد أوراق أنت بتجهزها، بتاخد عرض العمل أو ورقة القبول ديت بجانب جواز السفر بتاعك وصورة شخصية، وبتروح تقدم على التأشيرة في قلب السفارة وبتستنى الرد. ناس بقى تبدأ تسألنا هنا الرد دوت يا جماعة بيجي لنا امتى؟ عادي زي أي تأشيرة ممكن ياخد لك 15 ل 30 يوم بالظبط أو بالكتير، وبتلاقي إن شاء الله الرد عندك. طالما معاك عرض العمل أنت كده معاك 95% ضامن حصولك على التأشيرة، لأن طبعا جواز سفر
سفر ساري، وبقية الأوراق تعتبر سهلة نسبيًا، على عكس طبعًا الإجراءات التانية الخاصة بأي تأشيرة. بالنسبة بقى للوظايف التانية اللي هي طبعًا العُليا في لوكسمبورج زي الطب والهندسة والتمريض. بالنسبة الوظايف ديّة يا جماعة بيطلب فيها شهادة، وبيطلب فيها طبعًا لغة، وطبعًا الشهادة بتاعتك لازمًا تكون مُعدّلة أو مُعترف بها في قلب لوكسمبورج. فأنا ما حبيتش أطوّل في النقطة ديّة وأضيّع وقت على الفاضي. فأنت لو حابب تشتغل بشهادتك هناك لازم إن أنت تعمل معادلة للشهادة بتاعتك في التخصص اللي أنت حابب تشتغل فيه طبعًا، وبتخش على الوظايف اللي أنت حابب تقدّم فيها سواء طِب أو كانت هندسة أو كانت تمريض. القطاعات دي مطلوبة هناك بكترة، والبرمجة برضه يا جماعة، بس شرط إن أنت يكون معاك لغة سواء كانت لغة فرنسية أو إنجليزية، والأفضل لو معاك طبعًا اللغة الإنجليزية. وأنا طبعًا هاسيب لكم الروابط الخاصة بكل الوظايف ديّة يا جماعة في قلب صندوق الوصف، اللي حابب يستفاد من النقطة ديّة. الوظايف ديّة بتسمح لك إن أنت تقدر تاخد برضه أسرتك معاك، مجرد إن أنت تسافر ممكن تعمل لها شمل، ممكن تقدم لأسرتك برضه في نوع من الوظايف ديّة. ممكن برضه وظايف اللي هي متوفرة هناك رعاية كبار السن وبقية الوظايف التانية. في وظايف كتير سهلة إن أنت تقدر تقدم عليها يا جماعة، مجرد محتاج منك إن أنت تشتغل على نفسك. الصبر يا جماعة، كل حاجة محتاجة منك الصبر. فديّة أهم نقطة ليك لو أنت حابب إن أنت فعلًا تدخل لوكسمبورج، وطبعًا بتأشيرة ما فيهاش حساب بنكي، بتأشيرة مش هيطلب منك فيها خبرة ولا لغة ولا سن محدد، ومتاحة لجميع الجنسيات العربية. بالتوفيق للجميع بإذن الله. ولو في أي استفسار يا ريت الناس تسيبوه لنا في قلب التعليقات، وأنا في أقرب فرصة هارُد عليكم. شكرًا ليكم وبس كده.